غنعاود لكم في هذا الفيديو واحد القصه اللي بها غتعرفوا ان واحد الدومين عنده مستقبل كبير سواء في المغرب ولا في العالم. دومين اللي مضمون 100%، وانا شخصيا كنضمنه، والارقام اصلا غادي يهضروا على هذا الشيء. هذه القصه هذه ديال واحد ليتوديون عندنا هنا في سوبيم تاعي. هذا ليتوديون ما بغاش يبان، ولكن جلست معاه، جا عندي بغى يتشاور معايا. اسمع سيدي فاش بغى يتشاور، بغى يعرف دابا وهو باقي كيقرا جاتو واحد لا بروبوزيسيون، اقتراح، واحد الشركه كبيره بغاتو يخدم عندها واحد البوست. انا غنشرحو لكم، ولكن في المقابل قال لي انا كنفضل نبقى فريلانسر. شنو هي فريلانس؟ بزاف كيتحبوا فريلانس هي واحد كيدبر على راسو مره هي ديباناج. لا 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 لا، فريلانسر يقد يكون كيربح اكثر من بزاف ديال الناس بيان بلاصي في الشركات. الوغ هاد الدري هذا قال لي بغيت خصني نختار بيناتهم، شنو بان ليك؟ غنقول لكم في هذا الفيديو شنو هو الدومين طبعا، وغنقول لكم كيفاش دار باش ولا مطلوب، وغادي نقول لكم في الاخر شنو اقترحت عليه. هاد الدومين هو السايبر سيكيوريتي، دومين اللي انا كنضمنه 100%. علاش؟ نطلقوا من القصه ديال هاد ليتوديون هذا. دابا هو خدم طبعا على لينكدين ديالو، خدم على بوكو دو شوز اللي كنشوفوا طبعا هنايا في ليكول، ولكن بحال مشى بغى يتخصص في واحد الحاجه. لان قال لك سيدي بما انه دابا الاي اي الذكاء الاصطناعي، بما انه كل شيء دابا يقدر يدير سيت ويب، بزاف ديال الشركات دابا غادي يلجؤوا باش يديروا دي بلاتفورم ديالهم غير بالاي اي، اولا غيجيبوا ناس كيستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يحطوا دي زوتي اولا دي بلاتفورم اللي غيخدموا بهم. وهذا الشيء غيتسبب في واحد الحاجه، انه غيكون الامكانيه ديال الاختراق ديال هذوك لي بلاتفورم. وكنهضروا على الشركات اللي كيكون عندهم داتا مهمه، يعني معطيات كبار، شركات كبار. وشفنا امثله في المغرب فين تم الاختراق ديال شركات كبيره، الفوضى اللي كتوقع، المشاكل اللي كيوقعوا. حيت هنا كنهضروا على معطيات شخصيه او معطيات اللي تقدر بهم شركه اخرى منافسه تخدم ودير اشهار ولا تسيبلي واحد النوع ديال الناس باش تمشي بعيد ولا تولي تتنافس مباشره ديك الشركه الكبرى. الوغ هذا الستوديون شنو دار؟ بقى تيراسل الشركات تيقول لهم شوف راه كاينه واحد الطريقه باش نخترقوا، اولا كاينه اون فاي دي سيكوريتي. حط راسك بلاصه شركه كبرى عندها معطيات مهمه، وجا شي واحد قال لك راه عندك ثغره منين نقدر ندخل ونقيس لك في الداتا ديالك، في المعطيات اللي عندك. اشنو غادي دير؟ غدير معاه زوين، غتصل به وغادي تقترح ليه واحد الكونطرا. وهذا الشيء اللي ولا كيدير هذا ليتوديون، ولا كيخدم مع بزاف ديال الشركات محتاجين شي واحد واعر في السايبر سيكيوريتي، شي واحد كيفهم شنو كاين ولا الجديد اللي كاين دابا، شي واحد اجور كيعيطوا له وكيخدم معاهم دي كونطرا. حتى جات واحد الشركه كبيره ما نقدش نقول السميه ديالها اللي اقترحت عليه ان بوست بيرمان، يعني يخدم عندهم. حسب اللي شرح ليا وان غيبدا معاهم واحد الوقت غيقاد لا سيتواسيون ديالو بلو ديبلوم اللي هو ريكونو باغ ليطا اللي كاين في سوبيم تاعي. انت ولا انت شنو دير بلاصتو؟ غادي نقول لكم شنو هو الاقتراح اللي اقترحت عليه، ولكن قبل بغيت نهضر لكم على السايبر سيكيوريتي. إلا وصلتي حتى لهنا في الفيديو فاعرف انك انسان كيهمك مستقبلك وبغيت تمشي بعيد. دخل وتابونا حيت غنهضروا على بزاف د المواضيع كيهموك، وديرنا واحد اللايك باش تشجعنا وباش نكملوا في هذا الطريق، وشي كومونتير زوين. شوف علاش اوبورتونيتي كبيره، فرصه كبيره. الهاكرز دابا ولاو كيستعملوا الاي اي، لانتيليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي، باش يصيفطوا في نفس الوقت الملايين ديال الهجمات. المشكل هو الدقه اللي ولات في هذه الهجمات. وهنا كنهضروا على واحد السباق ولا في كاع الشركات اللي كتعرف دابا، اللي كتشوف واللي ما كتعرفش. هذا السباق ديال التسلح ضد هذه الهجمات وهذه المشاكل، هذا الشيء جعل هذه الشركات ما غاديش يقدروا يبقاو يدابزوا غير ذكاء اصطناعي ضد ذكاء اصطناعي، وانما خاصهم بشر. وهنا كنهضروا على لا استراتيجي وعلى لا جيستيون ديال السايبر سيكيوريتي ديال الشركات. حيت هذه الحرب خصها تسير بعقول بشريه اللي غتخدم على لا استراتيجي، وخاصها تكون سبيسياليست في السايبر سيكيوريتي وحاجات اخرين طبعا. وشنو غنستنتجوا حنايا هو انه الشوماج في هذا الدومين امبوسيبل. سمع لي هذه الارقام. في 2025
213 مليار ديال الدولار اللي تحطات انفستيسمون على السايبر سيكوريتي ديال الشركات، وكنهضروا على 240 مليار دولار غنوصلوا ليها في 2026. هادشي علاش الطلب كل عام كيتزاد بالنسبه لي بروفيل اللي واعرين ولا سبيسياليست في السايبر سيكوريتي. واش سامع بجلوبال سايبر سيكوريتي اندكس؟ هذا واحد الاندكس كينشروا الاتحاد الدولي ديال الاتصالات. المغرب وصل للسكور ديال 97.5% ودخل ضمن البلدان اللي هي متقدمه في السايبر سيكوريتي. السوق المغربي وصل لأكثر من $1.2 في 2025 بسبب الطلبات اللي غداو كتزاد على حمايه الانظمه ومراقبه التهديدات والرد على الحوادث وتحليل المخاطر. غير هو كاين نقص كبير في الخبرات. واجي تقرا على سوبيمتي السايبر سيكوريتي. نعطيك معلومه، الطلب الحقيقي اللي كاين على هاد الناس ولا لي بروفيل اللي عندهم هاد لا سبيسياليتي ديال السايبر سيكوريتي هو الدوبل ديال العدد اللي دابا كاين متاح. يعني هاد النقص في صالحك 100%، وانا غنقول لك علاش. انا وياك تعيطنا شركه، انا ضعيف في السايبر سيكوريتي، ما كنعرفوش، ما قريتوش، ما خدمتو، ما عرفتو ما حتى شي حاجه، ولكن عندي مع الذكاء الاصطناعي. راه الا انت خبير في السايبر سيكوريتي وتعلمتي وتمانيبولي الذكاء الاصطناعي غتكون احسن مني بمليون درجه، وبلاصتك غتكون مضمونه على بلاصتي. هذا النوع ديال لي بروفيل شركات كبار عندهم دي بودجي كبار، ولكن عندهم انظمه حساسه، يعني معطيات ما يمكنش يجيو يغامروا فيهم، مستعدين يعطيو دي بريم ودي صالير كبار بزاف لي بروفيل بحال هكا. يعني الا كاين واحد المجال اللي انا كنضمن لك 100% انه غيتاثر ايجابيا بالذكاء الاصطناعي، راه هو مجال ديال السايبر سيكوريتي. خاصك تعرف انه كاين واحد الحاجات في الدومين ديال السايبر سيكوريتي اللي غيبقاو ديما محتاجين البشر. راه غير القرار كيكون تيلمو حساس درجه ان المسؤوليه ديال هذاك الشخص ولا المجموعه اللي غادا دير داك القرار كتكون كبيره بزاف. يعني الا كان عندك ان ديبلوم باك بلس 3 في الانفورماتيك، سواء كان بريفي ولا بوبليك، سواء كان ريكونو ولا لا، يمكن لك دير واحد الماستر ريكونو باغ ليطا. عندنا في سوبيمتي دايوغ في المجال ديال السايبر سيكوريتي. خلاص الا كنتي باك بلس 2 في الانفورماتيك طريق باينه، عام جاي ليسونس اولا باك بلس 3 ريكونو عندنا في الانفورماتيك وكمل في السايبر سيكوريتي. اما الناس ديال الباك طريق مرسومه قدامكم، انا قلت لكم كلشي خاص تكون غير علمي ولا تقني. نتوما فاهمين شنو هي لا ريكونيسونس؟ يعني ديبلوم بحال ديال الدوله، ديبلوم ساني فيه رئيس الجامعه، ديبلوم كدوز به حتى لي كونكور ديال الدوله وتقدر تكمل به حتى للدكتوراه. وحيت عارف ان مور هذا الفيديو بزاف ديال الناس غادي يبغيو يمشيو لهاد لا سبيسياليتي اللي هي سايبر سيكوريتي، خليت حتى الاخر الفيديو، ما بغيتش نحرق هاد الحاجه اللي غنقول لك دابا. حتى لدابا عاد بغيت نقول لك انه كاينه منحه دراسيه كتعطيها سوبيمتي الناس اللي كيديروا السايبر سيكوريتي، ولكن الا كانوا من الاوائل اللي كيتسجلوا. هادشي علاش خصك تاخذ بلاصتك دابا قبل ما تعمر القضيه. كاين الين اللي غنحطو لك في الديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو، اولا غادي تلقاه على اون عندي في الكونت ديالي انستغرام. دخل وعمر وليكيب غتصل بك، وإلا كنتي قريب لينا حنا بالضبط قدام المول الرباط سانتر غتشوف باتيمون ديال ليكول سوبيمتي ريكونو باغ ليطا، كلشي كيعرفها هنايا. غادي تدخل يا اما غتسول فيا اولا غادي تسولني شنو في لا فيليير ولا لا سبيسياليتي ديال سايبر سيكوريتي، قول لهم بغيت نتقيد من دابا باش نستافد من لابورس. دابا غنقول لك شنو هو الاقتراح اللي اقترحت على ليتوديون اللي هو له الاختيار شنو غادي يدير. انا بزاف ديال لي زيتوديون تيجيو عندي تيقول لي واش ندير هذه ولا هذه، ولا كيفاش ندير باش نقلب على خدمه، ولا كيفاش نخدم على ليماج ديالي باش يتصلوا بيا الشركات الى اخره. الدور ديالي ماشي هو نقول ليه ها شنو غادي دير، الدور ديالي هو ناكومبانيه ولا نقترح عليه شي حاجه اللي تقد تعود عليه بالنفع. الوغ الاقتراح ديالي كان هو انه يدير اونتربريز سوسيتي، يدير شركه ديالو دابا واخا باقي كيقرا، ويريكروتي شكون الدراري اللي كيقراو معاه. غيكونوا دايرين به بزاف ديال لي جون اللي تيتحاب ليه واش ما حدو كيقرا باقي ما خصوش يدبر على خدمه، ولكن فين غادي يشوف الفلوس والغوتور كيفاش داير، وحتى داك ليبانويسمون ديال انا فرحان انا كندير واحد الحاجه كتعجبني وغادي وكنولي فيها اكسيلون. غادي يعرف القيمه ديال ديك لا بروبوزيسيون لهذاك ليتوديون اللي كيجيو دي بروبوزيسيون ديما باش يخدم في سايبر سيكوريتي حطها بين يديه. الوغ فين غادي يخدم بزاف ديال الناس معاه غيولي كيسيني
دي كونطرا مع بزاف ديال الشركات. راه هاد الدومين ملي كديرو كتولي كتهضر من بعد مع الشركات الكبار، هما اللي كيطلبوا دي بروفيل دايرين سايبر سيكوريتي. طبعا كاين ما يدير مع شركات صغرى، ولكن الشركات الكبار كيخافوا على الداتا اللي داير عليها كلشي دابا في العالم. الله يوفقكم ونشوفكم في فيديو اخر، وكتبوا لنا في التعاليق شنو هما المواضيع ولا لي دومين اللي تبغيونا ندرسوهم ونقول لكم واش يصلحوا ولا ما يصلحوش، واش غيتبدلوا بالاي اي ولا لا، واش فيهم مستقبل وكيفاش ديروه. وتابوناو باش يخرجوا لكم فيديوهات جايين. نشوفكم.